دي لوحه فنيه دي. سيبك بقى من الدايت وتعالى النهارده نعمل سندوتش برجر برو ماكس، ولا تقول لي بقى البيج ماك ولا البيج رامي، ومش هياخد حرفيا غير نص ساعه بس ويكون جاهز. اقسم بالله تحفه. هنسمي الله بقى ونجيب اللحمه المفرومه بتاعتنا، وهنا انا استخدمت لحمه نسبه 80 ل 20%. دي هنديها رشه ملح وفلفل اسود مش اكتر من كده. هنجيب معانا ورقتين زبده ونقسم عليهم اللحمه المفرومه. انا هنا استخدمت حوالي من 200 ل 250 جرام لحمه. هنفردها كده على ورقتين، واهم حاجه تبقى اكبر من حجم الرغيف بتاعنا عشان لما تكش على النار. هنا بقى انا استخدمت ميكس جبن عباره عن موتزاريلا وشيدر ورومي مبشور. هنجيب كده الطبقه الثانيه ونكبسها فوقيها، واهم حاجه اللي احنا نتاكد ان الحروف مقفوله عشان الجبنه ما تطلعش بره وهي بتستوي. هندخلها بقى الفريزر نص ساعه قبل ما نحضر الصوص بتاعنا. انا هنا استخدمت خس كابوتشا وطماطم، خيار مخلل افرمه ناعم كده خالص عشان الصوص. تعالى بقى نحضر احلى صوص برجر. هنجيب معانا خيار المخلل اللي فرمناه، هننزل عليه بمايونيز وكاتشب، رشه توم باودر، معلقه صغيره خل، وهنقلبه. تعالى بقى نحمص العيش. انا نسيت احط مستردة، هنحط معلقه مستردة، حته زبده، واحمص العيش. وللعلم الناس اللي مش عارفه احنا ليه بنحمص العيش، وهو عشان يستحمل الصوص اللي بيتحط عليه وما يطراش. هنطلع بقى البرجرايه بتاعتنا من الفريزر وننزل بحته زبده، وهننزل بقى البرجرايه على النار. هي بقى ما بتاخدش 5 دقايق على الجنبين، حوالي 3 دقايق لكل جنب. وتعالوا بقى نحضر الساندوتش بتاعنا لحد البرجرايه معانا تستوي. هنحط الصوص بتاعنا عليه خس وبصل وطماطم. هنا بقى الكينج بتاعنا كان استوى. وزود لي بقى صوص جبنه شيدر، وهنحط بقى بقيه الصوص على العيش، واقفل بقى على البطل بتاعنا. جربوه باذن الله يعجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والفولو والشير. سلام.